عارفين الهريسة الاسكندراني اللي في العلب الصفرا دي، اللي كل ما نروح اسكندرية او حد يروح اسكندرية يبقى جاي لنا كده يهدينا بيها؟ هنعملها النهاردة ان شاء الله على اصولها. هسمي الله وهجيب معايا بولة هحط فيها نص كيلو من السميد الخشن وكوباية جوز هند ناعم وخمس معالق كبار من الدقيق او الطحين. كده معايا 3 مكونات جافة هقلبهم كويس. دي المكونات الجافة هقلبهم كويس لوحدهم، واحط عليهم كيسين من الفانيليا ورشة من الملح. جبت كده حلة على نار وسط، حطيت فيها كوباية إلا 3 معالق من اللبن، يعني مش كوباية إلا ربع، لا هي أزيد شوية من الكوباية إلا ربع. وحطيت نص كوباية من السمنة البلدي. السمنة البلدي مهمة هنا قوي في الوصفة دي وفي أي حلويات شرقية، يعني انت حتى لو بتطبخي في العادي بسمنة عادية أو بزيت حتى، خلي برطمان سمنة بلدي للحلويات الشرقية بالذات، بيفرق قوي في الطعم واللون والريحة وكل حاجة. وحطيت عليها كمان معلقتين كبار عسل جلوكوز، لو العسل الجلوكوز مش متوفر هتستبدليهم بعسل نحل، مفيش أي مشكلة. وهحط الخليط ده على نار وسط وهقعد اقلبه كده لحد الخليط ما يدفى معايا، يدفى بس مش عايزاه يغلي، يعني لو حطيت صباعي كده فيه ما تلسعش. وقعدت اقلب لحد العسل الجلوكوز ما داب. في المرحله دي حطيت كمان بعد عسل الجلوكوز ما داب، حطيت كوبايه الا ربع من السكر وقلبتها لحد ما دابت، بس الكاميرا كانت فصلت قبل الخليط ده. وبعدين حطيت الخليط الناشف كله اللي احنا قلبناه مع بعض ده، وقلبتها بالاسباتيولا او بايدي، يا دوبك تقلبتين بس الم المكونات، ما ببالغش خالص في الخلط، عشان لو قلبته او عجنته كتير هتعضم وهتطلع ناشفه جدا معاكم، يعني هتعملوها معامله البسبوسه. يا دوبك تلموها لمتين بس تتاكدوا ان هي شربت المكونات السائله. وجبت المكسرات معايا كوبايتين مشكلين، جوز هند وزبيب وبندق ولوز، كل حاجه نص كوبايه، ممكن تحطوا كمان لحد كوبايتين ونص. ولميتهم كده بمعلقه عسل جلوكوز، لو مفيش برضه هتستبدلوه بعسل نحل. وفايده العسل الجلوكوز كده ان هو بيخلي المكسرات ملمومه، ما يخليش كده لما اجي اقطع قطع الهريسه تتفتفت وتطلع بره. جبت صينيه دهنتها دهنه سمنه بلدي، الصينيه دي مربعه مقاس 22 او 23، ما تكبروش عن كده. وقسمت الهريسه نصين وحطيت المكسرات في النص، وبسوي بقى الوش بسمنه بلدي سايحه، شايفين؟ عشان تطلع طريه وبتلمع معايا. جبت كده السيرب معايا في حله على النار، كوبايه ونص ميه وكوبايه سكر ونص ليمونه، حطيته غلوتين على النار، غلوتين 3 بس مش اكتر، لان انا عايزاه خفيف زي شربات البسبوسه. الهريسه كانت سخنه والشربات معايا سخن، دخلتها الفرن على حراره 190، قعدت بالظبط 40 دقيقه. وبعد كده هتلاقوها بيضه لسه وشها ما اتحمرش، هتحطوها تحت الشوايه، شايفين لونها ذهبي وبتلمع ازاي. وبعد كده هنسقيها بالشربات ونغطيها بورق فويل نص ساعه، ممكن كمان ما نقطعهاش قبل ساعه او ساعتين عشان تبقى طريت معايا قوي. شايفين شكلها؟ هي دي بقى معمولة بصوا بطعم وجودة زمان مش دلوقتي، يعني هي دلوقتي ما بقتش حلوة.